في فرق بين المدرسين زمان ودلوقتي احنا بقينا فرافير شويتين. 13 مدرس فيزياء كلهم ما بيفهموش. بدأت يعني انا مش عارف انت هتكون معايا في وجهة النظر دي ولا هتخالفني فيها، بس انا بقيت بشوف ان الدروس او التدريس عامة بقت كونها مسألة تجارية اكتر من انها مسألة تعليمية. يعني هل انا يكفيني ان انا لو عندي المحتوى العلمي ان انا ابقى مدرس؟ طيب بتسأل سؤال محرج وشائك. مساء الخير، خلونا الاول نعرفكم بنفسنا. انا امير اشرف وده بودكاست قمه وقاع اللي بنتكلم فيه عن ان مفيش كليات قمه وكليات قاع، وان مدى نجاحك في مستقبلك متوقف على حاجتين: مدى توفيق ربنا ليك ومدى سعيك واجتهادك. عشان كده قررنا ان احنا نبدا بالمرحله اللي قبل الجامعه وهي مرحله الثانويه العامه، عشان النهارده يكون في استضافتنا استاذ اسلام خلف او زي ما بيقولوا له طلابه عمو اسلام. ازيك يا سير؟ كله تمام؟ نعم والله. اول حاجه عايز اسالك عن ايه رايك في فكره البودكاست نفسه؟ طبعا مفيد. يعني اصل الفكره هنا في نقاش حر. النقاش الحر بيكون شيء افضل من حاجه مترتب لها. يعني احنا بنتناقش والكلام بيطلع، فاحنا بنبدا يعني ده يستدعي افكار والافكار تجيب افكار، فنبدا ان احنا نضيف لبعض، نظبط الكلام، نبدا ان احنا نفهم الناس الموضوع ماشي ازاي. وبخاصه ان انت عايز تفيد طالب جامعي فانت بادئ له من الجزء ما قبل الجامعه، فطبعا هيبقى شيء ممتاز جدا ان شاء الله. تمام، بس خليني اقول لك ان هو حضرتك كمدرس يعني اهم حاجه بتقولها لطلابك في المرحله الاخيره من الثانويه العامه ان هو انت لازم الفتره دي تشد عشان انت مستقبلك كله واقف على الفتره دي، وبالتحديد انك لازم تشد عشان تدخل كليه كويسه او كليه عاليه او بما يسموها يعني كليات القمه. فده ممكن يكون ضد اللي احنا بنقول ان هو انت مستقبلك مش متوقف على الكليه المعينه دي. لا انا مش بنقول للطلبه ان انت لازم تدخل كليه كويسه. احنا بنقول للطالب هات اخرك، ابذل اخر مجهودك عشان ما تجيش في يوم من الايام تندم على الفرصه اللي ضاعت. بمعنى انا لو جبت اخر مجهودي ودخلت اي كليه في الدنيا خلاص ده اللي ربنا كاتبه لي، ده اللي انا هشتغله، ده اللي انا هعمله. لكن لو انا جيت في يوم من الايام لقيت نفسي دخلت كليه وندمت بعد كده ان انا ما بذلتش مجهود، هو ده اللي بيبقى وحش. لكن انا ببساطه ممكن ادخل كليه تانية ربنا يكتب لي فيها الخير. يعني انا هبذل اقصى ما عندي، عملت اقصى ما عندي، جيت النتيجه دي بتاعت ربنا، النتيجه حاجه والمجهود حاجه. لان انا ممكن ابذل المجهود وربنا مش رايد فيحصل اي ظرف في الدنيا ادخل اي كليه، بس ابقى فاهم كويس قوي ان انا لما هدخل الكليه ديت ايه اللي هيحصل. بطبيعه الحال هتفوق فيها، بلاش اتفوق فيها، هلاقي فيها فرصه للشغل بعد الكليه احسن يمكن من الفرصه اللي واحد تاني دخل كليه اعلى. هي الحكايه بتبقى نسب. الموضوع مش هدخل كذا فهبقى كذا. في ناس دخلت الطب وما بقتش دكاتره كويسين وما اشتغلوش قد كده وبقى موظف حكومه، يعني بيروح المستشفى الحكومي الصبح ويرجع اخر النهار وهو ما عملش حاجه في حياته. وفي واحد دخل كليه ممكن تكون اقل بس بقى كويس. الموضوع كله يتوقف على ايه؟ على مدى اجتهادك، مدى تعبك، عشان ما تندمش بس على الفرصه الضايعه. لكن الشغل بتاعك وكليتك وكل حاجه ده مقدر وانت كده كده رايح له. طيب بذكر الكليه خلينا ارجع بيك لورا شويه، وقت دخولك الكليه نفسها. الله يخليك. ده من زمان كتير ده. دفعه ثانويه عامه 99. يلا انت عايش بالك كتير يا سيدي. طيب وانت داخل الكليه هل برضو كان عندك الاحباط اللي كان حصل عندنا ان انا ما دخلتش طب، ما دخلتش هندسه، ما دخلتش اي كليه من الكليات دي؟ هقول لك يمكن دفعتنا والناس اللي قدنا هيفتكروا الحكايه ديت. الدفعه بتاعتنا كانت الدفعه اللي داخله ثانويه عامه في الوقت اللي كان فيه دكتور احمد زويل بياخد جائزه نوبل. فاحلام الشباب جايبه اخرها، اللي هو ايه؟ اللي هو انا هدخل قسم فيزياء وهبقى احمد زويل على طول وش كده. يعني كل معظم الشباب اللي كانوا في قدي ودخلوا كليات علوم بالذات ناس قالت على طول احنا هنبقى زي احمد زويل والكلام ده كله. ما كانش فيه الاحباط اللي انت مفكره، انت فاهم؟ فاحنا حطينا قدامنا هدف واعتبرنا ان القسم اللي احنا داخلينه ده في حد ذاته يمثل طموح كبير جدا. لان انت بتتكلم في واحد العالم كله، خد بالك انا بفكر بدماغ يعني شاب صغير، فالعالم كله بيتكلم عليه، بيتكرم من الدولة، بيحصل مش عارف حاجات كتيرة، لا ده حاجة كبيرة. فكنا دايما داخلين، احنا كنا داخلين الكلية على امل ان احنا كلنا هنبقى دكاترة.
اكتشفنا موضوع تاني في الكليه، بس ده اللي حصل في الوقت اللي احنا دخلنا فيه الكليه. فما كانش فيه بصراحه، ما كانش فيه ندم قوي، وبخاصه ان احنا كمان ايامنا ما كانش الطموح يعني كان طبعا هو الطموح الاعظم دايما بيبقى طب، بس الفتره بتاعتنا كان في طموح اسمه صيدله، ما كانتش زي دلوقتي. يعني دلوقتي الصيدله الدنيا هدت شويه، لا الفتره بتاعتنا كانت الصيدله في بعض الجامعات بتاخد اعلى من الطب دي في الفتره ديت، لكن بعدها طبعا الموضوع اختلف. لكن احنا كنا داخلين بامل ان احنا كلنا يبقى احمد زويل الله يرحمه. طب هو حتى انت لو معرفتش انك تبقى احمد زويل، فانت على الاقل بقيت اسلام خلف، اللي بقى في ناس دلوقتي كتير، وانا مش بجامل حضرتك، بس لا انا ليا اصدقاء كتير من صحابي اللي دخلوا كليه تربيه، وهم شايفين ان هو انا عشان اطلع ناجح فانا اخلص كليتي وابدا ادي دروس تمام، وعلى الاقل ابقى من اشهر الاسماء اللي موجوده في محافظتي. بالمناسبه ده برضو كان واحد من الاحلام اللي بقت موجوده. يعني ايه؟ يعني انا لو ما بقتش احمد زويل هبقى زي فلان، هبقى نجم في الحته ديت. خد بالك المدرس ساعات كتير، وبخاصه المدرس اللي بيبقى مشهور بيبقى نجم. يعني ايه نجم؟ يعني معروف ويروح في اي مكان الناس بتعامله وعارفاه والكلام ده كلته. فده برضو كان برضو حلم من الاحلام اللي موجوده عند قطاع من الشباب. يعني انا اللي زمايلي دخلوا يعني دخلوا كليات قمه، وكانوا بيقولوا احنا لو ما لحقناش الكليه الفلانيه كنا دخلنا عشان نبقى مدرسين وعلشان والكلام ده كله. ف ده برضو موجود، يعني موجود جزء من التفكير ان كتير من الشباب في الوقت كمان. خد بالك بص، هو يمكن مفردات العصر اختلفت. خد بالك يعني كمان زمان التدريس كان من الحاجات اللي بتعين، يعني لها تكليف حكومي، فانت بتروح اول ما تخلص الكليه بتتكلف على طول، يعني بتدخل بتشتغل على طول. انت ساعه ما بتخلص انت بتشتغل على طول. هو ده واقف على ايامنا، يعني احنا الدفعه اللي واقف عليها الكلام ده الحمد لله، احنا الدفعه المنحوسه يعني، او الدفعه اللي قبلينا، يعني انت فاهم قصدي، واقف علينا موضوع التكليف. بس كان برضو حلم، لان دايما الواحد بيدور على ايه؟ على الحاجه اللي تشغلك، على الحاجه اللي تخليك تبقى موجود في شغل منتظم، شغل حكومي او شغل خاص او كده. عشان كده كان الفترة اللي احنا فيها ديت اللي بكلمك عليها، احنا داخلين كلية تربية وهي اعلى من كلية علوم. يعني في الفترة دي كلية تربية مجموعها لا كان اعلى من علوم، اعلى من علوم بحبة حلوين. يعني انا فاكر الارقام لغاية النهاردة. يعني التربية كانت واخدة 86.5% في علم علوم، لكن العلوم لا، العلوم كانت واخده اقل من كده، كانت واخده 84 حاجه كده. انت فاهم قصدي؟ فكان في فرق كبير ما بين الاثنين. بسبب ايه؟ بسبب حته ان انت ممكن تتعين وممكن تشتغل. يعني كنا دايما نقول ايه؟ اصل بتاع علوم يعني اياميها، يعني اصل بتاع علوم هيشتغل ايه؟ ايما برضو خد بالك كان مفهوم الناس مختلف شويه. هي في الاخر هيبقى مدرس فبس مش هيتعين، لكن ده هيتعين، فخلاص نبقى نروح فين؟ نروح ناحيه تربيه اكتر. فكان ده الاعتقاد السائد ايامها. دلوقتي بقى العكس، يعني بقت كليه علوم مثلا لها فرص ان هي تشتغل في حاجات تانية. فهي اللي بيحرك الكليه. وبرضو ده يجاوب على سؤالك الاولاني، ايه اللي بيخلي دي كليه قمه ودي مش كليه قمه؟ هو فرص العمل، ان انا اخلق فرصة عمل ويكون عندي فرصة عمل متاحة. يعني في زمان قبل احنا ما نبقى طلبة، يعني كنا نسمع يقول لك زراعة دي كانت من الكليات القمة مثلا. انت فاهم قصدي؟ او اللي تحت القمة على طول. ليه؟ كان خريج الزراعة بياخد مش عارف ايه وبيتعين فين وبيتقال له يا باشمهندس وما زالت كلية قمة، وما زالت كلية. فهو الوضع اللي بيحرك المسألة هو حاجة سوق العمل. يعني لو سوق العمل عايز تجارة، التجارة هتطلع كلية قمة. لو سوق العمل عايز كذا وهكذا. بس خليني اكلمك في النقطة بالتحديد اللي انا قصدي عليها، ان في الوقت بتاعكو ده الدروس والسناتر والهيمنة بتاعت المدرس اللي في وقتنا الحالي ما كانتش منتشرة ساعتها. لا يتهيألك، لا على فكرة ده اعتقاد خاطئ. يمكن ده مفهومك ده كان في النقل. يعني في سنوات النقل ما كانش ظاهر دروس مثلا. يعني في النقل كنا ايه الدروس اللي كنت ناخدها؟ اساسي انجليزي، اساسي عربي، لا عربي ساعات وساعات، اساسي انجليزي ورياضه.
يعني اهالينا كانوا يهتموا دايما بانجليزي ورياضه، ده الاساس عندك. جميل. في اولى ثانوي وثانيه ثانوي مواد زي الفيزياء والكيمياء والاحياء والحاجات ديت ممكن تروح تاخد درس ماده فيهم ولا حاجه لو انت ضعيف ولا حاجه. طبعا جغرافيا وتاريخ والكلام ده في النقل ما فيش الكلام ده. لكن مدرس ثالثه ثانوي نجم، يعني مدرس ثالثه ثانوي كان فيه نجوم معروفين ومعروفين على مستوى المحافظه ولا وبيجي لهم من اماكن بعيده. ده خد بالك، ده كان زمان بيحضر معانا طلبه من اماكن دلوقتي ما عادتش بتجي لنا هنا. ليه؟ كان زمان برضو التميز قليل. يعني انا اتذكر كان في مدرس كيمياء بيجي له طلبه من سفر على بعد مثلا احنا بنتكلم في ساعه وربع. النهارده ما عادش حد بيسافر ساعه وربع ديت، ما حدش هيجي لك سفر ساعه وربع. انت فاهم قصدي؟ فلا زمان كان النجم نجم برضو خد بالك. بس في ثانويه عامه هي الظاهره اللي كترت في الدروس الخصوصيه او كترت الدروس الخصوصيه كانت او اللي موجوده دلوقتي في ايه؟ في النقل. لكن المدرس اللي كان شغال برضه ثانويه عامه كان نجم، وفلان معروف وفلان عنده مجاميعه وفلان عنده مجاميعه والكلام ده كلياته. يعني برضه نبقى فاهمين الحته ديت. الموضوع ما اختلفش كتير غير في سنوات النقل زي ما بقول لك. طيب انت بالنسبه لك يعني خلصت دراسه وبدات تدي دروس، فبالتالي عدى عليك دفع كتير قوي. ايه الفرق بين الدفعه الاول تمام او الدفعه اللي حضرتك كنت فيها، وبعد كده الدفعه اللي انت قابلتها اول لما بدات تبقى مدرس، وبعد كده الدفعه اللي انت قابلتها في نص الرحله، وبعد كده الدفعه اللي انت بتقابلها اليومين دول؟ بص، ممكن يكون الفرق هو فرق ثقافة مجتمع على فكرة، مش الطالب. يعني مش الطالب هو اللي اتغير، لا ثقافة المجتمع اتغيرت. يعني زمان كان الموضوع البقاء الأكثر اجتهادا. يعني ما قبل 2006 مثلا، ما قبل سنة 2006 كان المنهج قد المنهج، أنا بتكلم على الفيزياء، قد المنهج الحالي على الأقل 3 مرات ونص. وكان مدرسينا بيخلصونا المناهج دي في أول شهر واحد. ليه؟ لأن هو معتمد عليا، هو بيعلمني إن أنا أكون كويس وأنا اللي أبني، أنا اللي أشتغل. خد بالك، مش هو اللي يبقى عليه كل الحمل. بعد كده احنا قابلنا طلبة أول حاجة كانوا متأسسين كويس. خد بالك الناس كتير بتهمل الحتة دي. وزمان كان يعني ظاهرة الغش، ودي ظاهرة قاتلة بالمناسبة، ظاهرة الغش كانت محدودة جدا فوق ما تتخيل. يعني كان امتحان الابتدائية اسمه امتحان الشهادة الابتدائية. يعني بيجيله شهادة، بيجيله ناس من خارج الإدارة وموضوع كبير. امتحان الاعداديه ده مفيش حاجه اسمها طالب يغش والكلام لا. فكان بيوصل لثانويه عامه طالب متاسس. وكمان يعني انا بالنسبه لي كمان ما كنتش بشوف غير الطالب الشاطر. ليه؟ كانت الثانويه العامه 2 سنين، واللي يعني الناس تراجعني في النظام ده. كان النظام العام الثانويه العامه 2 سنه بياخد فيها كيمياء، بياخد فيها لا عربي وانجليزي وفرنساوي، وبياخد رياضة كان اسمها رياضة 1، وبياخد مادة يا اما كيمياء يا اما احياء. فالطالب اللي عدى بده في 2 ثانوي جاب فوق 90%، ده من 90 ل95، ده عادة بيروح يكمل علم رياضة عشان يقول لك ايه الحق هندسي. والطالب اللي فوق 95 ده بيدخل علم علوم. فيجي لنا في 3 طالب معروف، زي ما دايما اقول للطالب معروف مقامه. يعني معروف ان الواد ده هو جايب 98% في تاني، الواد ده جايب 99% في تاني، الواد ده جايب كذا، الواد ده جايب كذا. والطالب عدى بمرحله ثانويه عامه فكان اكثر نضجا ووعيا. دلوقتي الطالب في النظام الحالي او النظام اللي هي سنه واحده، ايه اللي حصل؟ بقى بيجي لنا طالب جاي لنا من سنه نقل، عاده هم رحلوهم. يعني قال لك بتوع اولى يروحوا تانية وخلاص. موضوع الغش بقى فج قوي.
فده بيخلي الطالب يطلع من مرحله لمرحله فيجي لنا طالب في سنه ثالثه هو نفسه ما يعرفش هو كويس ولا وحش. يعني الطالب النهارده بيجي مش عارف، هو مش عارف انا يمكن اطلع كويس، انا ما اعرفش، ما انتوا ما اختبرتونيش، انتوا ما حدش قال لي حاجه. فبيوصل لنا طالب في ثالثه ثانوي دلوقتي هو مش عارف الا من رحم ربي. يعني في طلبه اصلا لا الناس مهتميه من الاول ومظبطه، بس في طالب لا، في طالب بيجي هو مش عارف، فتلاقيه يقلب في المدرسين، يقعد يلف ويفرق طول السنه، هو مش مقتنع انه وحش، هو شايف ان الكل وحشين. يعني دايما هقول للطلبه، انا شفت بوست في يوم من الايام بنت بتقول انا جربت 13 مدرس فيزياء كلهم ما بيفهموش. طب يعني ما لمسي معاكي حاجه ان يعني ممكن يبقى انت اللي عندك مشكله، انت فاهم قصدي؟ فهي دي بقى المشكله ما بين الاجيال. الطالب الاول كان اكثر اجتهادا، يعني الطالب الاول كنت تخبطه مساله صعبه وتسيبه ويقعد يلف حوالين نفسه فيها. النهارده الطالب لو اديته مساله صعبه ماشي ما هو السر هيحلها في الاخر فمش هيدور، انت فاهم؟ فهي فرق اجتهاد مش فرق عقليات. خد بالك الطالب اللي موجود ممكن يكون اكثر ذكاء مننا لما كنا طلبه ومن الطلبه الاذكياء اللي كانوا موجودين قبل كده، لانه شاف اكتر، السوشيال ميديا خلته يتعلم اكتر، خلت عقله ينضج اكتر، لكن هو ما استغلش ده، هو ما اجتهدش. المشكله عندنا الحاليه هي مشكله صبر على العلم، لانه ما اتعلمش انه يصبر على العلم. عارف انت كانوا زمان يدونا واحنا في ابتدائي يقول لك اكتب الجمله دي 100 مره، ده ذل، بس في الاخر خلق جيل عنده صبر. انت عارف، انت متخيل لما اقعد اكتب جمله 100 مره، هي جمله هكتبها 100 مره تحت بعض، انت متخيل الصبر اللي انا صبرته وانا بتعلم الحكايه ديت وانا بكتب دي؟ حس اللي خطه ويعمل لي ولا مزايا، احنا طب ما كناش ندرك ده، احنا كنا بنقول ده بيعذبونا، ايه الفايده يعني؟ النهارده الطالب تيجي تقول له مثلا يا شباب انا عايز الناس المخطط اللي انا عامله ده تكتبه، طب ما هو موجود، طب ما انا صورته بالموبايل، انت يعني انت ما هو موجود، تيجي تتكلم ما هو موجود وخلاص، احنا هنعمل ايه؟ انت يعني انت عايز ايه؟ المخطط موجود معايا اهوت على الموبايل صوره، يا ابني انا عايزك تكتبه عشان انت تكتبه، مش علشان يبقى يكون موجود معاك. ما هو لو عايزه يبقى موجود معاك ما انا هصوره لك في ورقه واديه لك وخلاص. هو ده الفرق بين الاجيال، فرق اجتهاد وفرق صبر. النهارده الطالب ما عادش عنده جلد ولا صبر. النهارده الطالب يعني من الحاجات الجميله ان هم خلوهم مثلا رجعوا الطلبه المدارس. الطالب النهارده بيروح المدرسه بيخلص المدرسه ميت، وانك توديه المدرسه ديت في حد ذاتها انت بتعذبني. هو مش قادر يفهم انه لما يروح المدرسه هينتظم، هيتفاعل مع مدرسين، هيتفاعل مع زمايله، هيستفاد، هو كده هيستفاد. فهو في فرق كبير بصراحه بنعاني احنا منه دلوقتي فعلا. طب ده بالنسبه للطلبه، المدرسين بقى في فرق برضو؟ احنا بقينا فرافير. هقول لك ازاي. زمان وانا عشت ده، انا عشت مع الاجيال الاكبر مني. جميل، خد بالك انا بكلمك يعني انا اشتغلت وانا لسه خريج كليه، لسه عيل ابن امبارح، وكنت شغال ثانويه عامه، خد بالك. فانا اتطبعت بطبع، لان لازم اعمل زي اللي موجودين، يعني زي الكبار اللي موجودين، انت فاهم قصدي؟ فاتطبعت بطبعهم. زمان كان المدرس ما بيهموش يخبطك، بقول لك بيخلص لي المنهج في شهر واحد، قد منهجهم دلوقتي 3 مرات، يعني قد المنهج ده فعلا، يعني انت مش متخيل، هو فعلا قده 3 مرات يخلصوا في شهر واحد. انت عارف يعني يخلصوا في شهر واحد؟ يعني الراجل طار في حاجات هو كان بيشرحها في حصه ساعه، احنا النهارده بنشرحها في 4-5 حصص من الحصه المساعتين دي، انت فاهم قصدي؟ فهم لا، هم كانوا جامدين، ورخك يعني طلعوا طلبه جامدين. احنا النهارده العيل، ما هو العيل خد بالك احنا مش بس مدرسين، احنا كمان اولياء امور، فاحنا مدلعين العيال. يعني احنا من الجيل اتمرمط وطلع عينه، بس احنا مدلعين العيال، فالعيال طلع مدلعه شويتين، فاحنا مش عارفين بنشد قوي. بس برضو ما هو العيل ما بيستحملش، يعني العيل ما بيستحملش منك. النهارده في عيال نفسيا ده جد،
تيجي تسالها اصلا هو الواد اصلا مش مهيأ نفسيا انه يتسال، لان هو مش عايز يبذل مجهود زي ما بقول لك. فلا، في فرق بين المدرسين زمان ودلوقتي. دلوقتي احنا بقينا فرافير شويتين، يعني بقى الموضوع برضو موضوع زمان يا باشا كان الضرب ضرب. لا، الضرب زمان كان موضوع، كان في مدرسين معروفين يا باشا بيضرب بزخمه ولا بجلد قد كده وينزل على ايدك. دلوقتي انت اصلا لو كلمت العيل او زعقت له او الكلام ده، الواد بينهار ويقعد يعيط. صبيان مش بنات، صبيان. فانت فاهم قصدي. فانت كتير من يعني كتير حد يمكن مش اللي زي يعني قعد يعني ايه، خلاص هو اتطبع بطبع ان هو يبقى شديد. هو مش عارف يبقى مش شديد، خد بالك. يعني انا بحاول الين على قد ما اقدر، بس لا، في شباب من الزملاء بقى الموضوع دلع، يعني دلع الطالب. انت فاهم قصدي. في اختلاف بين الجيل. انا مسكت الوسط، احنا مسكنا الايه، الوسط. انت راسنا على السلم، جميل، بنشد بس بنحاول نبقى يعني ايه، يعني شويه، عشان اللي على الاصل ما بتستحملش شد. لكن في جيل من شباب المدرسين دلوقتي بقى ايه، بقى طبطب شويه، دلع شويه. انت فاهم قصدي. فديت بقت مشكله بصراحه، يعني ديت مشكله اصلا. انت لما اجي انا اشد لوحدي فالكل بيدلع، فبقيت انا اللي وحش. ما الواد حلو اهو يعني الولا الطالب ما هو كويس اهو، ما انا شايف ان انا كويس، ما هو الناس كلها ما بتقوليش انت وحش. فلما يجي واحد يقول لك انت وحش، فانت تحس ان لا يا عم، هو الناس كلها غلط، ده لا، يبقى فلان هو اللي وحش. انت فاهم قصدي. فهي معضله، يعني احنا في معضله، طلبه ومدرسين. يعني احنا في معضله فعليه، اللي احنا مش عارفين نشد قوي، وبرضه لو رخينا الدنيا هتبوظ. انت فاهم قصدي. فبنحاول ان احنا نوازنها، يعني بحاول ابقى شديد، بس يعني شديد، بس خد بالك برضه مفتاح يعني للناس، ابقى شديد بس حس الطالب ان انت شديد زي ابوه، مش شديد وانت غريب عنه. خد بالك من الحته دي، يعني دي اتعلمتها، ان الطالب لو حس ان انا شديد عشان خايف عليه حاجه، وشديد عشان عايزه ينفذ اللي انا عايزه وخلاص حاجه تانية. فلو الطالب حس ان انا ابوه وخايف، عشان كده هم بيقولوا لي يا عم مسلم ان لو الطالب حس ان انا ابوه او عمه اللي خايف عليه وبنصحه واتكلم معاه، هيعمل لك اللي انت عايزه، وهيتقبل منك اللحظات اللي انت ممكن تبقى شديد عليه فيها، وممكن يجي يراضيك. خد بالك الجيل الجديد ده كده. انت فاهم قصدي. زمان ما كانوا بيدونا بالجزمه، ما حدش كان بيقول لنا حاجه، يعني ما حدش كان بيكلمنا اصلا، انت خد بالجزمه وخلاص انا عايز اقول لك ان النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت بالذات هي اللي شدت انتباهي الفتره اللي فاتت دي. من كام يوم كده كنت بقلب، فدخلت على صفحه حضرتك، فلقيتك بتتكلم عن حرب ما بين اتنين ليهم علاقه في الفيزياء وبرنامج جديد تقريبا. فانا قعدت ادور الاول ده ليه علاقه بانهي منهج لانهي سنه، لقيت انك انت اصلا بتحاول تقرب للطلاب في العموم. انا بحاول اشدك لحاجه مفيده، لمعلومه مفيده، فانت لما تسمعها مني هتتقبل مني معلوماتك اللي انت هتسمعها مني في منهجك. تمام. ودي نقطه بجد يعني هي عجبتني، وخصوصا يعني انا كنت طالب من طلاب. خليني اقول لك ان احنا في دفعتنا كان في علاقه حب ما بين الطالب والمدرس، بغض النظر بقى عن مدى يعني انت كنت عصبي جدا علينا بالذات لما الاهلي بيخسر يعني بس دي لحظات نادره، مش نادره، بس لا مش نادره ان ابقى عصبي، نادره لما الاهلي يخسر لا، انا اللي بتكلم فيه ان هو حتى لما بتكون متعصب علينا او بتضربنا متضايق مننا ايا يكن، تمام، بس احنا ما بنبقاش زعلانين، احنا بنبقى عادي، اللي هو احنا متقبلين الوضع ده. انا بقول لك احنا بنحاول ان احنا ان انا افهمك ان انا خايف عليك بالظبط، انا بعمل ده بخوف. الوضع ده بقى بدأ يختلف شويه من بعد ما احنا ما خلصنا وكده، وبدأت يعني انا مش عارف انت هتكون معايا في وجهة النظر دي ولا هتخالفني فيها، بس انا بقيت بشوف ان الدروس او التدريس عامه بقت كونها مسألة تجارية اكتر من انها مسألة تعليمية، بحيث ايه ان كل مدرس بيدور تمام ان انا ازاي اجيب اكتر عدد من الطلاب. طب انا جبتهم ماشي، المدرسين من زمان هم بيدوروا على الحاجه دي،
بس المدرس الاول كان بيدور انا اجيب اكتر عدد من الطلاب، وقد ايه من الطلاب دول هيطلع من تحت ايدي حاجه كويسه. كان بيدور ازاي يجيب اكتر عدد من الطلاب بمادته العلميه. يعني ايه؟ يعني انا مدرس جامد قوي فانا لميت العيال، بس العيال أو دي العيال بتطلع اتلمت حواليا. حاجه كويسه. ايوه ما هو اكيد، خلاف- ما دام انا جامد العيال يطلع جامد. بالظبط، خلاف دلوقتي المساله اللي انت اتكلمت فيها من شويه، حته ان المدرس بقى بيدلع الطالب اللي عنده. فانا من وجهه ماشي. نظري ان المدرس بقى بيبقى شايف مثلا ان ده مش طالب واحد، ده الطالب ده لو هو مبسوط عندي وانا دلعته وخليته هيجيب عندي أخوه 3 وابن عمه سنين، وجاره. هيجيب اخوه وابن عمه وجاره والكلام ده. فانا شايف ان هي بقت مساله. مش بتتحسب كده، فاهم؟ الكلام اللي انا بقوله موضوع الدلع والكلام ده بيكون موجود اكتر في النقل. برضه هرجع لحته النقل، خد بالك في جاب كبير وفرق كبير بين الشهاده والنقل. تالتة ثانوي حاجه والنقل حاجه تانية. يعني في طالب ممكن يقول لك انا ما اسلام بيشد، فانا مش، لا ما اسلام ما اروحلوش، انا في النقل في تانية ثانوي مثلا ما اروحلوش. انت فاهم قصدي؟ ليه؟ هو بيشد والموضوع مش مستاهل يا عم واحنا هننجح والكلام ده كله. لكن هاجي في تالتة هروح له. ليه؟ لان هو في النهايه في تالتة انا مطالب بمجموع، فانا هضطر اروح في النهايه للمدرس اللي بيشد. بص، هو في النهايه خالص لا يصح الا الصحيح عشان تبقى فاهم. بس يعني ايه في النهايه؟ احنا هزرنا عملنا، لان انا خد بالك احنا عندنا، يعني انا عديت بسنين شغل طويله قوي فتعلمت. لا، هو في النهايه لا يصح الا الصحيح. يجي حد يدلع ويطبطب وبتاع هيلم العيال شويه، العيال هتلم حواليه شويه، بس في النهايه الطالب هيروح للمدرس علشان واحد مادته العلميه، 2 سيستم ونظام. خد بالك انت ممكن تبقى قوي ماده علميه لكن مش قادر توصل للطالب. انت ممكن تبقى، وده انا شفتها كتير، في ناس بتبقى اقويه ماده علميه لنفسها، سيبني كده هقعد احل يا باشا، اديني اي حاجه احلها لك انا كمدرس، وانا قوي جدا كماده علميه. يعني المدرس حل المدرس بيقول كده. لكن تعالى بقى فاهم الطالب، ما عرفتش انزل له، اطلع لي انت يا عم، انت كطالب اطلع لي، فده مش صح. انت فاهم قصدي؟ فالموضوع ما هو، يعني الموضوع ما هواش ان انا هدور على المدرس اللي يدلعني. خد بالك برضو، يعني الموضوع مش بالسوق ده. تاني السوق ده ممكن يكون موجود شوية في النقل، ده راجع تاني عن ظاهرة الغش اللي بتخلي الطالب شايف انه كده كده هينجح، انا كده كده ناجح في كل الاحوال او بنسبة كبيرة ناجح. لكن في الشهاده في الثانويه العامه لا، انا لازم اكتب لهم حاجه في الورقه واكتب لهم اجابات تخليني اجيب درجه كويسه. فده ما بيظهرش قوي في الشهاده، لكن بيظهر في النقل موضوع الدلع ده. لكن في الشهاده لا، الشهاده الصح صح والغلط غلط، والسيستم اللي انت حاطه وطريقه شغلك مع الناس ومدى مصابرتك ومدى تعبك معاهم، هو ده المقياس اللي بيفرق في الاخر. وحتى لو حد ظهر فبدأ ياخد الطالب علشان بيعمل حاجات ممكن تكون جذابة للطالب بعيدا عن المادة العلمية، ده لا يدوم. في النهاية الدهب بيفضل دهب عشان تبقى فاهم، والقشرة بتبان كده كده. وصلت؟ طب خليني اقول لك ان المرحله التعليميه عامه، او خلينا نسميها بالمثلث التعليمي، بيتكون من الطالب ومن المدرس ومن الضلع الثالث اللي هو اولياء الامور. وزي ما اختلفنا، زي ما اتكلمنا عن اختلاف الطلاب في خلال الكام سنه اللي فاتوا واختلاف المدرسين، فانا برضه عايز اعرف منك، هل كان في اختلاف في اولياء الامور؟ زي ما انا قلت لك احنا دلعنا العيال. انا قلت لك انا بكلمك كمدرس وكولي امر. لا، انا بكلمك في نقطه ولي امر الطالب نفسه. ايوه، ما انا بقول لك انا ولي امر. لا مش بص يا سير، هفهم حضرتك. ايوه ما انا فاهم. ولي الامر هفهمك. ولي الامر كان الاول شديد على العيل. يعني ايه؟ يعني عايز الولد شايف، يعني برضو دي وجهة نظر مجتمع. يعني ولي الامر شايف ان فرصة ابنه الوحيدة هو انه يتعلم تعليم كويس ويدخل كلية كويسة. النهاردة ولي الامر زي وزي كل الناس اتأثر شوية بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا قاتلة. فالسوشيال ميديا طلعت لنا نماذج بمفهوم النجاح ناجحة،
لكنها لا تقدم شيء للمجتمع حقيقي. يعني طلعت لنا نماذج يعني الناس اللي بتعمل تيك توك ومش عارف ايه والحاجات ديت، واد بيكسب فلوس لكن هو لا يقدم شيء للمجتمع. فبدأت بعض أولياء الأمور تتحول نظرتها إن والله التعليم ده كويس بس يعني في سبل تانية. جميل. عشان كده انت لو انا بحب اتفرج قوي على تعليقات الفيسبوك، بفهم منها لما تلاقي موضوع خاص بالتعليم تلاقي ولي امر كتير داخل يقول لك ايه، قال يعني هيطلعوا العيال دكاتره. جميل. طبعا هو الناس مش قادره تفهم حاجه، ان المتزاعمين المال في العالم النهارده خد بالك كلهم بالعلم مش يعني مش لعيبه الكوره. اغنى ناس في العالم جميل هم ناس بيل جيتس. علم بيل جيتس راجل عمل نظام التشغيل والنسوق والكلام ده. ايلون ماسك، ناس بقى كتير. اسبق على كده تلاقي معظم الناس وخصوصا في بعض المجالات البرمجه مثلا النهارده، معظم الناس المتسيدين هم ناس نجحوا بالعلم. لكن وجهه نظر اللي بتتصدر لينا كمجتمع ان لا كله بيمشي بالحب، لعيب الكوره هيكسب اكتر. ما هو كام لعيب كوره بيكسب اكتر من، ما هو قيس احسن دكتور قدام احسن لعيب كوره. على فكره تلاقي احسن دكتور بياخد اكتر من احسن لعيب كوره، مش تبقى انت برضو فاهم الحته دي. في دكاتره بس مش لازم احنا اصل دول احنا ما بنتابعهمش، يعني احنا ما بنتابعش الدكتور فنشوف هو بياخد كام والكلام ده، انت فاهم قصدي. ففي نجم هنا وفي نجم هنا، وفي لاعب كوره غلبان. يعني في لاعب كوره بياخد مبالغ قليله مقارنه بدكتور مثلا، انا ما بتكلمش هنا في مصر، هنا في مصر الدنيا مقلوبه، انا بتكلم على الطبيعي في العالم كله. في لاعب كوره بياخد على قده ودكتور هياخد اكتر منه، انت فاهم قصدي وكده. فهي الموضوع برضو ثقافه المجتمع اتغيرت، فخلت الناس تفكر ان الموضوع مش تعليم. فما عادش ولي الامر بيشد على الطالب زي ما كان بيشد عليه زمان. ما عادش الطالب بيخاف من ولي الامر زي زمان. مش بقوم الناس على بعض والله، بس هو الطالب يعني ايه، عارف اخرها، عارف انه في الاخر يعني ايه هيميل على ابوه ويقول له كلمتين حلوين كده وبتاع وانا هبقى تمام وبتاع، وولي الامر عايز يشوف ابنه كويس، فلما يلاقي الواد يقول له انا هبقى تمام خلاص ماشي. تمام. بالاضافه للظروف الماديه اللي خلت الانسان في العالم كله مش في مصر، يعني خلت الانسان بيجري ورا شغله، فهو متابع شغله وعينه مش قوي على الولد، وديت بتبقى كارثه. يعني ديت بتخلق جيل ما هواش ماسك. يعني انا لما جيت اكلمك دلوقتي بقول لك ايه، بقول لك انا اتعلمت من مين؟ من الناس المدرسين اللي كانوا الجيل اللي قبلي، فانا اتعلمت منهم انه ما بيعمل كذا فانا هعمل كذا. فكده الجيل الحالي ما عادش متمسك بالجذور قوي، بقى شايف ان الجذور ديت شيء بالي ملوش لازمه وانا هعمل ليله جديده من الاول. فدي ده تغير دماغ اولياء الامور. مش اصل ولي الامر هو ايه، هو المجتمع في الاخر. يعني هي وجهه نظر المجتمع اللي اتاثرت في النهايه خالص اختصارا يعني بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا بوظت لنا الدنيا بانها صدرت لنا المشاهد اللي هي عايزه تصدرها. فيعني هو ده اعتقد ده اللي عامل خلل في الحكايه. يعني المدرسين في خلل، احنا كمدرسين عندنا خلل، والطالب عنده خلل، وولي الامر عنده خلل، وده كله ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن خلل عام في المجتمع بشكل عام. خليني اقول لك على حاجه. السوشيال ميديا سواء احنا متفقين مع وجودها او غير متفقين فهي بقت اسلوب حياه، وزي ما ليها اضرار ليها حاجات مفيده طبعا. من الحاجات المفيده بقى في المرحله التعليميه حته المنصات والتعليم الاونلاين. تمام. انك انت من شويه سير كنت بتتكلم في حته زمان كان الطالب بيجي ساعه وساعه وربع سفر. دلوقتي انا مش محتاج ان انا اجي لسير اسلام من بلد تانية او من مركز ارياف للمركز الاصلي بتاع كفر الشيخ. انا كل اللي عليا ان انا احول الاشتراك فودافون كاش والمنصه تتفتح عندي. وبغض يعني الفرق طبعا ما بين كل مدرس ومدرس. تمام. يعني في مدرسين بتقدر تنقل السنتر لبيت الطالب عن طريق المنصه زي ما حضرتك معانا، وفي مدرسين كل اللي عليهم هم بيسجلوا فيديو ويرفعوه وخلاص، اللي شافه واللي ما شافوش ما شافوش. فانا عايزك تكلمني عن حته تجربه
المنصات دي علشان انا يمكن اكون من اكتر الناس اللي اتضررت فيها في الاول. يعني انا كنت دفعه التابلت، وانا كنت اصلا واخد طريق ان انا ادخل علم رياضه، وانا كان نفسي ادخل هندسه جدا يعني. تمام. وفي الرياضه كنت شاطر يعني نوعا ما، بس في بدايه ثالثه ثانوي عندنا، في اخر ثانيه ثانوي عندنا وبدايه ثالثه ثانوي حصل الكورونا، وبالتالي كل الدروس وقفت وبقى كله شغال اونلاين. انا قعدت حوالي شهرين ان انا احاول افهم كلمه مساله رياضه من على النت. تمام. ومن المدرسين اللي انا كنت باخد معاهم اصلا صعب شويه، مش فاهم. تمام. ليه؟ انا مش قادر اصلا اقعد اسمع المحاضره. يعني انا المحاضره اللي كنت بسمعها في الدرس، وكان كل شويه يعني كل 10 دقايق يوقف ويكتب لنا مساله على السبوره ونبدا احنا نطبق بنفسنا وكده، ده كان بيثبت نوعا ما المعلومه. انما انا في البيت لما كنت بفتح اتفرج على المحاضرات دي كل 10 دقايق اقف انا. تمام. بس ما طبقش، انا ممكن اقوم اتفرج على فيلم، اتفرج على حاجه وبعد كده ارجع اكمل. فكان بيحصل عندي تشتت. تمام. خلاف بقى ان دلوقتي يعني الترم الاولاني لقيت حد، انا دايما عندي اخت اصغر مني، فدايما بسيب رقمي انا في كل دروسها. فلقيت حد بيكلمني ان هو انت اختك سمعت لنص الفيديو، لنص الحصه، وما كملتش لغايه دلوقتي. ليه بقى؟ وبالتالي يبدا في متابعه. تمام. عكس بقى ان انا ممكن افتح 10 دقايق وما كملش باقي الترم. فانا عايزك تكلمنا عن التجربه ديت في درسك انت بالذات. بص يا سيدي، الاونلاين سلاح ذو حدين عشان نبقى برضو منصفين. يعني الاونلاين قرب لي مدرسين ممكن يكونوا كانوا بعاد عني، خلق لي فرص تانية. بس مشكلة الاونلاين ان انا لو اعتمدت اونلاين بس بطوله بمفرده، هيحصل ايه؟ مهما كان هيحصل مني تقصير. مهما حصل انا في النهاية هيحصل مني تقصير. ومهما كان اهتمام في المنصة، بنقف مع العيال، بنبقى فوق دماغهم، بنبعت لهم، بنكلم ولي الامر، بنعمل كده. لكن في النهاية انا ما جبتش الواد من قفاه. يعني انا ما قعدتش الواد من قفاه وسألته. الواد في النهاية بيكلمني عبر شاشة، مفيش تفاعل حقيقي بيني وبينه. يعني الطالب ما قعدش قدامه فغلط في البتاعة دي قلت له يا دي انت غلطان في البتاعة دي عشان الحكاية الفلانية. ده مش موجود. انت فاهم قصدي؟ بخاصة ان في السنتر مطبق انا نظام ورش. ورش اسئلة بتتحط على جزء معين. بيجي الطالب بيبقى في حد من المساعدين موجود مع كل بارتيشن. بنقسم الدرس لبارتيشنات، وبيبدأ ان كل بارتيشن فيه حد من المساعدين واقف عليه وواقف فوق دماغه. فالمساعد اللي واقف فوق دماغك بيتابعك. المساعد ده تخصص فيزياء، بننقي ناس بيبقوا اوائل كلية علوم، فبيبقوا ناس بروفيشنال. بنقعد قبل الورشة نعد الورشة مع بعض ونشرح، خد بالك، ونتكلم فيها. طب لو الطالب سأل في كذا، طب لو سأل في كذا، طب لو عمل كذا. انت فاهم قصدي؟ فبكل الاحتمالات. فالطالب بيبدأ ايه؟ يتفاعل معايا في اثناء الورشه دي، يتفاعل معايا، يتفاعل مع زميله، يسأل ده يسأل ده، يتعلم. في الاونلاين ده مش موجود. يعني مهما بص، انا قلت لك بص، انا صورت لك المحاضره، عملت لك امتحان قبلي، عملت لك واجب الكتروني بعدين. لو ما شفتش المحاضره هاجي فوق دماغك وهقول لك لو ما عملتش كذا هعمل لك كذا، لو ما عملتش كذا هعمل لك كذا. لكن في النهايه انا ما اتكلمتش معاك انت فعلا. انت فاهم قصدي؟ فالاونلاين مفيد جدا لطالب عارف مصلحه نفسه، ومضر جدا لطالب شغالها بشكل عشوائي، لانه في النهايه هيراجع. فالبيت هنتصل بالبيت، ففي البيت هيقول لهم هبقى اشوف، هبقى مش عارف ايه، فيلاقي نفسه راكب حصه ورا الثانيه، الامر خرج عن السيطره بالنسبه له، فالدنيا بص. فهي الاونلاين تجربه مفيده جدا، لكنها عايزه التعامل معها بحرص. انا بفضل دايما ان انا كطالب اكون شغال على حاجتين: شغال في سنتر بنزل علشان ابقى انا متابع، وباخد مع منصة بحيث ان انا برضو ابقى انا شايف فكر تاني غير فكر الايه المدرس اللي موجود معايا.
يعني مثلا فلان الفلاني ده جامد في المنصة، او هو جامد اصلا كمادة علمية فانا بستفاد من خبراته، وفلان ده انا موجود معاه هو جامد كمادة علمية وبينظم لي وقت وبيعمل لي، فانا موجود برضو معاه كسنتر. فانا بحب الدمج بين الاثنين. لكن اعتقد والسنتر لوحده ممكن يغني، لكن اونلاين لوحده اعتقد لا يغني باي حال من الاحوال. ممكن في بعض المواد اللي ممكن تبقى مواد نظريه، انا بتكلم على المواد بتاعتنا احنا، المواد اللي هي الفيزياء، الرياضه، الكيمياء، المواد اللي هي فيها حل والكلام ده، او حل اسئله فيها تطبيق تعتمد يعني. تعتمد على التطبيق والفهم والتحليل والمستويات ديت. اعتقد ان هي ما تبقاش كاونلاين. هو مفيد لكنه مش كافي لوحده. السنتر ممكن يكون كافي لوحده على قديمه بقى زي ما احنا كنا شغالين طول عمرنا. اونلاين مفيد جنب السنتر تعمل حاجه عظمه خالص، وبخاصه ان عدد المواد قل، فانت معاك انت كطالب معاك وقت، فانت تقدر تتابع اونلاين وتقدر تنزل السنتر. فلو دمجت بين الاثنين هتبقى حاجه كويسه خالص. بس معظم الطلاب بتفضل الاونلاين ليه؟ يقول لك يعني انا هروح اقعد في الدرس وافضل قاعد نص ساعه قبل السير ما يدخل، واضيع نص ساعه قبل ما اروح الدرس ونص ساعه قبل ما اروح وتعب ومجهود. لا يعني انا اسمع المحاضره بتنزل لي ساعه، هو يسمع بقى، اسمعها على الاونلاين. ما هو يسمع بقى يعني ايه؟ يعني هو مش يعني جالي سؤال في دماغي دلوقتي وانا قاعد، فانا مش هعرف ارفع ايدي اسالك، خصوصا تاني في ماده او في مواد زي انت نفسك عنيد زي الرياضه. انا مش عايز ابقى بقول الاونلاين وحش، الاونلاين جميل جدا. الاونلاين ده عامل شغل جميل وعرفني بطلبه من محافظات تانية ومستويات تانية وطريقه تفكير تانية وليله، انت فاهم قصدي. لكن في النهايه اللي حاصل عندي ان الطالب ما ينفعش يعتمد عليه بنسبه 100%. ده انا بقوله لاولادي. يعني انا ممكن اقول لك انا راجل مثلا عندي منصه وشغال اونلاين، فانا ممكن اقول لك الاونلاين جامد وما حصلش وهو كل حاجه في الحياه والكلام ده كلياته. لا، ابقى كده بضحك على نفسي، ابقى راجل مش راجل تربوي، مش راجل شغال في المهنه ديت. الطالب لازم ولا بد يتعلم مع مدرس، بخاصة تاني المواد اللي فيها تطبيق، المواد اللي فيها تطبيق، فهم، تحليل. الكلمة بتفرق. احنا عندنا وانت شفت في الفيزياء احنا ممكن كلمة واحدة تفرق معايا في السؤال، فهم لجملة واحدة ممكن يفرق معايا في فصل. يعني في فصول انا لو في جملة كده فهمتها غلط هلاقي الفصل راح معايا في حتة تانية خالص، هلاقي نفسي عندي دايما مشكلة في الفصل ده. فلا، لازم اكون قاعد مع مدرس واستعين بالاونلاين، الاثنين يكملوا بعض. لكن بضيع وقت وانا رايح، بضيع وقت وانا جاي، ما انت بتضيع وقت طول النهار. انت ليه محسسني ان انت قاعد بتذاكر 24 ساعه؟ معلش انا اسف، انت مش بتذاكر 24 ساعه، انت بتضيع وقت طول النهار. خليني اوضح لك نقطه، ان الطالب مهما تفكيره ما توسع اكتر مش هيوصل للنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. هو الطالب بيفكر في النقطه اللي انا قلتها لحضرتك. ما احنا دورنا بقى كمجتمع ايه؟ دوركم بقى كمدرسين في نفس الوقت اللي حضرتك كمدرس قلت النقطه دي فيها، في مدرسين تانيين هم لا، اللي هو انا الاونلاين شغال معاه تمام، فتبدا تلاقيه هو ما قفل سنتره وبقى كل اهتمامه للاونلاين. فبالتالي انا لو طالب باخد عنده ببقى شايف ان النظام الاونلاين هو النظام الافضل. فليه المدرسين بقى تمام بداوا يتوجهوا لنظام الاونلاين ويأثروا في حوار السنتر شويه؟ وفي نماذج كتير عن الموضوع ده. ماشي، بس نسبه كام؟ يعني مصر فيها كام مدرس وكام مدرس عامل اللي انت بتقوله؟ يعني انت ممكن تعد 10 مدرسين 15 مدرس. بس انا مش هقول لك النسبه 50-50، لا 50 ايه، لا. بس الفكره ان حتى لو النسبه 1% فالنسبه دي بس في تزايد. جميل، انا فاهم ده. يعني هي هتيجي مرحله وهتوصل لل50-50 اللي حضرتك مستكبرها دي. وماله، انا برضو ما عنديش مشكله في ده. انا بتكلم على الصح، مش بتكلم على الواقع. فاهم قصدي؟ يعني الصح اللي المفروض يتم ايه؟ ان الطالب يمزج الاثنين، هيستفاد من ده وهيستفاد من ده. لكن اعتماده على اونلاين بس بشوفه خطر على الطالب. وعندنا نماذج كتير، يعني احنا موجودين اهوت في المجتمع وشايفين نماذج كتير جدا طلبه الموضوع باظ معاها بسبب انا اعتمدت اونلاين بس. مش اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اونلاين بس.
تاني بخاصه في بعض المواد تنفع فيها من غير يعني من غير ما اتكلم على اسماء المواد، بس في مواد ما ينفعش فيها. يعني انا طبيعه الفيزياء، انا بتكلم على الفيزياء، طبيعه الفيزياء اونلاين، بس انا شايفها لا، مهما حليت لك انت ما حليتش، انت ما عملتش واجب، كتبت واجب وجيت انا صححته لك. انت حتى لو بديك واجب الكتروني فانا بديك واجب اختياري، انت علمت على الواجب، انا دخلت حلته لك، ما يبقى معك هو الحاجات اللي انت حلتها وغلطت فيها بايدك. خد بالك، انت بتتعلم بالغلط اكتر ما تتعلم بالصح، يعني اللي انت هتغلط فيه مش تغلط فيه تاني. فدي نقطة جوهرية، ان انت كطالب هتغلط في الحتة ديت، جميل، فانا اقول لك خد بالك، شوف انت عملت الحاجة الفلانية، انت الحاجة الفلانية مش مظبوطة معاك، انت تركز في الحتة الفلانية. دي برضو في الاونلاين مش ممسوكة قوي، وبخاصة كمان في مادة زي الفيزياء انت هتسرح. يعني انت شفت جو السنتر مثلا، انت لو سرحت بتلاقيني فوق دماغك واديك على دماغك بالرغم ان العدد كبير وقاعد قدامي، بس انا بتلاقيني مركز مع كل واحد، اي حد بيتحرك بتلاقيني ابص له، اكلم ده. فانت في النهايه بيبقى في تفاعل، لكن هل انت مش هتتفاعل في الاخر مع الشاشه؟ تاني، نظام الاونلاين نظام جميل جدا، بس محتاج تنظيم معين، محتاج مدرس معاك جنب الاونلاين، او الاونلاين يبقى هو اللي جنب السنتر مش السنتر اللي جنب الاونلاين. تاني، لازم يكون موجود معاك. انا بتكلم على ثالثه ثانوي، تاني بتكلم على ثالثه ثانوي. في مراحل النقل الدنيا قشطه، اصل ما اناش واقف على الدرجه، ما اناش واقف على النص درجه، لكن في مرحله ثالثه ثانوي انا بشوف المزج بين الاثنين، توصل بقى 50، توصل 100، توصل اي حاجه، انا وجهه نظري ديت، انا شايف ان ده الصح. جميل. الطالب في المرحله قبل الجامعيه ما بيبقاش لسه طالب قاصر، لسه طالب لازم يعتمد على المدرس، لكن في المرحله الجامعيه احنا ماشي، يعني انت فاهم قصدي، الطالب اصلا كده محدش بيدور عليك، يعني كده انت اللي بتبقى عايز تتعلم، لكن في المرحله اللي قبل الجامعيه لازم حد يبقى فوق دماغك، فانا شايف ان ده الاصح يعني. خلينا نرجع لنقطة المنصات. تمام. والنظام الاونلاين، النظام الاونلاين والمنصات ده خلى عدد مدرسين يظهروا وهم مش مدرسين. يعني هل انا يكفيني ان انا لو عندي المحتوى العلمي ان انا ابقى مدرس؟ طيب بتسأل سؤال محرج وشائك. لعلمك انا اقول لك على حاجة، انا مبسوط جدا في الحلقة دي. ليه؟ عشان انت زمان كنت انت اللي بتزنوني في الاسئلة، دلوقتي الوضع اتغير. فانا السؤال ده يعني ممكن نحذف الحلقة كلها وتجاوبنا على السؤال ده. طيب انت عارف انا بقول اللي انا يعني بقول اللي انا عايزه على طول. بص يا سيدي، علمك اجابه السؤال دي بذكريات مساله كرشوف لو تفتكرها يعني. ماشي. بص يا سيدي، انا شايف يعني وجهة نظر انا، اللي مش خريج كليات، مثلا انا بتكلم على الفيزياء مثلا، تربية فيزياء وعلوم فيزياء، مستحيل يقدر يديني مادة علمية منضبطة زي خريج الكليات دي. ده كده قولا واحدا، مش عشان تحيز لأي حاجة. هي الفكرة مش ان انا عارف قانون اوم، الفكرة مش ان انا عارف يعني ايه حس كهرومغناطيسي، مش الفكرة ان انا عارف كذا، لا، انت عارف الموضوع ده، لكن هل تعرف ما وراء هذا الموضوع؟ هكلمك يمكن ابسطها اكتر، صلي على النبي. في الكيمياء مثلا، في الكيمياء مثلا انت بتشرح عضويه، فانت عارف ان كذا بيتفاعل مع كذا فبيطلع كذا، ده اللي يعرفه اللي قرا الكتاب. طب هل انت درست رياكشن ميكانيزم مثلا؟ لا، انت ما درستش الرياكشن بتاع ده. الرياكشن بتاع ده بيقول لي ليه الجزء ده راح اتفاعل في الحته دي وما اتفاعلش في الحته دي، ليه الاوضه هي دخلت في كسرت الرابطه ديت ودخلت هنا وما عملتش هنا. انت فاهم قصدي؟ دي ماده مثلا، دي الماده ديت ما بيدرسهاش غير المتخصص في كليه علوم او كليه تربيه قسم كيمياء. مثلا الكوانتم ميكانكس مثلا، الكوانتم ميكانكس ما فيش اي كليه في الدنيا بتدرسها الا كليه علوم وكليه تربيه. فانت هتشرح لي حاجه انت عرفت كل المعلومات اللي تعرفها عنها هي المعلومات اللي موجوده في كتاب المدرسه،
طب وما وراء المعلومه؟ يعني ايه اللي بيخليني اقول الجمله ديت كده ما بقولهاش بالطريقه الفلانيه؟ ده ما وراء المعلومه. انا بقول ديت علشان الحاجه الفلانيه وعلشان كذا وعلشان كذا، وايه الحاجات اللي مبنيه عليها وايه الدنيا اللي مبنيه عليها، ده موضوع تاني. فانا بشوف ان ده بغض النظر عن ان في ناس بتبقى شاطره، هو شاطر بس شاطر بمحدوديه منهج، مش متعلم فيزياء، مش بيعرف المنهج لو اتغير بكره الدنيا هتبوظ معاه. لكن اللي شغال او الخريج القسم هو معاه من الادوات اللي تخليه يدخل اي ماده ويشتغل فيها، هو فاهم فيزياء. دي رقم واحد. رقم 2، خريج اي كليه عبقري. انت ممكن تبقى عبقري في مجالك، انا مش زعل يعني ده تمام، ده الصح، ده كويس، بس انت من الاصل ما اخترتش من الاصل ان انت تبقى مدرس. انت من الاصل رحت دخلت كليه وحاولت تشتغل فيها، فلما ما عرفتش تشتغل في كليتك بقى التدريس هو الخيار التاني عندك، فاصبح بالنسبه لك الوضع مختلف. بنلاقي، وده انا بشوفه، وده كلنا شفناه، يعني احنا شفناه بعينينا في ماده زي العلوم المتكامله. ماده زي العلوم المتكامله انا سمعت كلام جرايم بتتقال، يعني انا سمعت، شفت فيديوهات على السوشيال ميديا وبتنزل جرايم. الجمله اللي هو قالها دي، الطالب ده لو آمن وفهم الجملة اللي هو بيقولها دي زي ما هو قالها، حبيب قلبي الطالب ده هنقعد نبكي جنبه عشان نفهمه معلومة بعد كده في ثالثه ثانوي او في تانية ثانوي حتى. انت فاهم قصدي؟ يعني مش من غير ذكر يعني ايه امثلة، يعني في امثلة بتحضر الواحد، بس جمل. يعني مثلا نقول مثال، هقول مثلا مثلا الكثافة مثلا، موضوع زي الكثافة في العلوم المتكاملة. فانت مثلا الكثافة بتاعت الماء لا تتغير بتغير الضغط، مش الماء السائل. الغاز تتغير بتغير الضغط، يعني الضغط يؤثر على كثافة الغاز ولا يؤثر على كثافة السائل، ده ما هو معلوم من المادة. فاللي بيحصل ايه؟ سمعت حد قال لك ايه؟ قال لك كل ما بنزل في البحر لتحت، ايوه درجة الحرارة بتقل، حصل والضغط بيزيد، جميل، فنتيجة لزيادة الضغط فكثافة المية بيحصل لها مش عارف ايه ده. الضغط اصلا غير مؤثر في الكثافة، الضغط بتاع المية غير مؤثر في الكثافة، ده هي الكثافة بتزيد تحت لان الملح ترسب تحت، الملح تقيل فبيترسب تحت، فالمية المملحة بيكون درجة الملوحة لما تبقى عالية الكثافة تبقى عالية. انت فاهم قصدي؟ طب هو قال كده ليه؟ لانه قرأ الجملة في الكتاب بتقول ايه؟ بتقول ان احنا كل ما هننزل لتحت هيحصل كذا وكذا وكذا، ففكر ان الضغط اثر على الكثافة وده مش موجود. انت فاهم قصدي؟ ده مثال، وامثلة بقى كتير بقى، يعني امثله كتير جدا تلاقي الغير متخصص اتكلم فيها بشكل، خد بالك انت جرتني انا جريتك، بس الفكره معايا ان انا مش بتكلم كالقيمه العلميه او كالمحتوى التعليم، اللي هو احنا خلينا قاعدين كطالب ومدرس، بحيث ايه حضرتك من شويه قلت ان هو ممكن يديني المعلومات اللي في الكتاب اللي في المنهج وبشكل كويس تمام بدون العلم ان ايه اللي ورا المعلومات دي. لا اصل خد بالك، اصل احنا بنتكلم على مواد دقيقه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا في سبيلك لتبسيط هذه المعلومه للطالب ممكن تقول كلام غلط، فالكلام ده يأثر على حاجات هتدرسها بعد كده. يعني انت فاهم قصدي؟ فيخلي الطالب جاي لي، كنا بنعاني زمان في حتت كده، كنت تخلي الطالب يجي وهو جاي لي تيجي تقول له يقول لك ايه ده، لا غلط، ونقعد بقى ندخل ان احنا نرجع نفهم الموضوع من اصله علشان يوصل للمعلومه دي. انت فاهم لعلمك انا ببقى شايف ده ان سنين التأسيس او النقل يعني اهم بكتير من سنة الشهادة طبعا، علشان انا لو عرفت ان انا انتظم اخد المعلومة صح في سنين النقل هقدر بمنتهى السهولة ان انا اوصل لهدفي او للمعلومة اللي انا عايز اوصل لها في سنة الشهادة. اديني طالب طالع من الثالثة اعدادي
شاطر رياضه وانجليزي، شوف رياضه وانجليزي زي اهلنا زمان ما كانوا بيهتموا، خد بالك والله. شاطر رياضه وانجليزي هيبقى شاطر في كله. ليه؟ الانجليزي لغه ماده غريبه، فالانجليزي غير مكتسب. يعني ما ينفعش ان انا ادي للطالب في ثالثه ثانوي فيبقى عبقري في الانجليزي، ما تحاولش. اللي اتاسس في الانجليزي اتاسس. وكذلك الرياضه، واللي شاطر في الرياضه هيبقى شاطر في الفيزياء، هيبقى شاطر في الكيمياء، هيبقى فاهم كويس. فاديني طالب متاسس هيبقى طالب كويس زي ما انت بتقول. تمام. بس انا لما كلمتك في حتة المدرسين مش لازم يكونوا مدرسين، خلينا نبعد شوية عن المحتوى التعليمي وخلينا في الجزء التربوي شوية. يعني من واحنا بنتكلم من شوية، تمام، حضرتك قلت انت عارف امتى تشد على الطالب وامتى تلين عليه بحيث انه يعرف انك انت في مقام والده وانك انت خايف عليه. تمام. ممكن انت في وقت تشد على طالب، الطالب ده ممكن يكون عنده كتير عايز يديه، بس مجرد انك انت شديت عليه زيادة عن اللزوم، ما شجعتهوش في نقطة معينة، يعني قلت تحفيزه، قلت ثقته من نفسه، دوت ممكن يقضي على مستقبله بالكامل. ودي النقطة اللي انا بشوف ان المدرسين اللي هم خريجين الكليات التانية اللي مش دارسين تربوي مفتقدينها. بص خلينا بصراحة يعني ما اقدرش اتجنى عليهم في الحتة دي قوي. في خريجين تربية واجريسيف مع الطالب، هو ما اتعلمش. يعني هو كمدرس اصلا لما كان طالب في الكلية هو ما اتعلمش قوي، هو نجح في المواد. وفي ناس مش خريجين تربية وبيعرف يتعامل مع الطالب واكتسب خبرة التعامل مع الطالب. خد بالك انا ما اقدرش ان انا ابقى، وبخاصة ان سهلة هقول لك ازاي سهل. انا النهاردة في نظام في الجامعة، انا ممكن اكون خريج اي كلية واروح اتعلم تربوي، اعمل سنة تربوي، سنة واحدة تربوي، اخد كل المناهج ديت بتاعت التربوي. جميل. ما هو خريج علوم ما خدش تربوي، خد بالك، خريج علوم ما خدش تربوي. طرق التدريس، السلوك بتاع الافراد، علم النفس، انت فاهم، تربية مقارنة، كل دي مواد احنا درسناها. جميل. نظم تعليمية، كل ده مواد احنا درسناها. المواد دي كلها انت ممكن تدرسها في سنة واحدة، احنا درسناها في 4 سنين بس كانت متقسمة. انت ممكن تدرسها في كورس مكثف في كلية التربية وتكتسبها، وممكن تكتسبها بالخبرة. وممكن واحد يكون جاي من مجال تاني فيكون متعلم ازاي يتعامل. يعني انت فاهم قصدي، يعني هو متعلم اصلا. يعني مثلا لو واحد مثلا اشتغل سيلز فترة، ما هو ده بيبقى جامد، ده بيبقى شاطر في المجال بتاعنا، مش مادة علمية، شاطر في التعامل مع الطالب، هو بيعرف يبيع للطالب افكاره، هو بيعرف يشتغل مع الطالب، فده يبقى شاطر، ممكن يبقى شاطر. فموضوع ان انا اكسبك المعلومة دي ممكن تبقى موهبة على فكرة، لكن انا بتكلم على ان انا يكون عندي المعلومة اللي اكسبها لك، ولما اكسب لك المعلومة اكسب لك معلومة صح، اديك معلومة صح، مش اديك معلومة اصلا ناقصة، او معلومة مش فكرة ناقصة. انا مش بتشغلني المعلومة الناقصة، انا بتشغلني المعلومة اللي ممكن تدمر اسس. يعني في معلومة انت ممكن تقولها لطالب الواد ده خلاص الدنيا هتبوظ في دماغه خالص، هيبقى حافظ المعلومة كده. بقول لك المادة الكاشفة في الموضوع ده، وبالرغم ان الناس متخصصة، هفهمك. مادة العلوم المكملة كانت مادة كاشفة لحتة الغير متخصص لو اشتغل في مادة تخصص. العلوم المتكاملة فيها فيزياء وكيمياء واحياء. فانا انا 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 واحد من الناس صريح مع نفسي، انا ما اعرفش اشرح احياء، انا ماليش فيها اصلا. فاهم قصدي؟ انا درست كيمياء في الكليه 4 سنين وبقول لك انا ما اعرفش اشرح كيمياء، انا ماليش فيها. انت فاهم قصدي؟ انا اشرح فيزياء وممكن اشرح رياضه، لكن يعني المواد دي لا. الناس لما اشتغلت انا ليه في الفيزياء، فالناس لما اشتغلت ده وبدات تتكلم فيزياء، اللي مثلا الزميل خريج قسم بيولوجي احياء، فلما جاء اشتغل وبدا يشرح فيزياء، لا يا حاج استنى الله يهديك، انت بتقول كلام احنا هنعاني منه بعد كده. الكلام اللي انت بتقوله ده احنا نعاني منه بعد كده، نعاني منه مع الطالب. فاهو حتى وهو معاه تربوي وقدامه الماده العلميه، بس لما جاء يشرح الماده العلميه لانه مش متخصص في الفرع ده، الدنيا مش تبقى معاه احسن حاجه. دي نقطة لازم نبقى واخدين بالنا منها. هتقولي طب ما بتاع اعدادي بيشرح علوم
وفي العلوم في كيمياء وفيزياء واحياء. هؤلاء قشور، بيدرس حاجات خفافه كده من بره، بيدرس مواضيع بسيطه مش مواضيع متعمقه. في العلوم المتكامله ماده ما تفهمش هي متعمقه ولا مش متعمقه، انا مش عارف، انا مش عارف هي متعمقه ولا مش متعمقه، خد بالك ومحدش يعرف. في موضوع ضغط مثلا، طب ما الضغط ده احنا بنديه في تانية ثانوي، موضوع ومسائله ودنيته تيجي تشرحه بقى هو نفس المعادله. طب هل انا مطلوب مني بقى اتعمق ولا ما اتعمقش؟ محدش يعرف. طب اللي حاطط وضع الامتحان لو تعمق محدش يقدر يغلطه، طب لو ما تعمقش عادي براحته. انت فاهم الفكره؟ فهي ديت اهي، معاه تربوي وراجل مدرس وراجل خبره، بس ما عرفش يشرح الفيزياء وانا ما اعرفش اشرح الاحياء، ممكن الوش شويه في الكيمياء. انت فاهم قصدي؟ هي دي بقى الفكره، هي دي الفكره، ان انا مش فكره بس تربوي جميل. هو التربوي مهم، خد بالك، ده مش بقلل من التربوي، انا راجل تربوي اصلا. التربوي مهم ومهم جدا، لكن يمكن اكتسابه. لكن المعلومه وما وراء المعلومه صعب اكتسابها الا لو درست ال4 سنين. يعني ترجع تدرس ال4 سنين عشان تتعلم الموضوع بتدرجه، تعرف تفكر فيزياء. انت فاهم قصدي؟ التربوي بس في حته بقى ايه، قياس مستويات التعلم وحاجات كده، وديت احنا هنا في مصر قشطه، يعني الدنيا قشطه، يعني كده الكتب مليانه اسئله، فهم بيجيبوا الاسئله من الكتب وخلاص. لكن ان انا اعرف اقيس المعلومه ديت واقيسها امتى والكلام ده كله طبعا مش برضه يمكن اكتسابها. لكن انا دايما بيبقى مهووس بحته المعلومه العلميه اللي ممكن تبوظ لي وتدمر لي الدنيا. لان انا بتعامل في ثالثه ثانوي مع الطالب، خلاص بقى انت المفروض بقى الحته ديت انت برنس وعارفها. انت فاهم قصدي؟ فتلاقي الطالب يا ريته مش عارفها. يعني انا بقول له، يعني باوصل في لحظه اقول للطالب ايه، يد انت لو ادبي وجاي لي من درس التاريخ دلوقتي احسن لي من اللي انت بتقوله، لان اللي انت بتقوله انا همسحه وابدا ابني من اول وجديد. فانا هاخد وقت عشان انسيك الكلام اللي انت بتقوله ده، وهبني كلام جديد. انت فاهم قصدي؟ فبياخد مجهود مضاعف مننا عشان نصلح المفاهيم. بس هي دي الفكره يعني. طب احنا نقدر نقول يا سير ان هو كل ما الوقت ما بيعدي الاستهتار بيزيد بالنسبه للثلاث اطراف، الطالب وولي الامر واحيانا المدرس؟ تاني، ثقافة المجتمع هي اللي اتغيرت، ثقافة الناس اتغيرت، ما عادش في ثقافة زي الأول. مش فكرة استهتار، على فكرة كل واحد مش بيبقى مستاهل، هو شايف ان ده صح. المعاناة اللي ممكن تعانيها مع الطالب ان هو شايف ان هو صح، الطالب شايفك انت اللي غلط. انت فاهم قصدي؟ هو مش استهتار، هو طريقة تفكير مختلفة، زي ما بيقولوا كده صراع اجيال. انا عايز حاجه وشايف الحاجه ديت، وهو عايز حاجه بطريقه مختلفه. انت فاهم قصدي؟ وتاني، ان السوشيال ميديا صدقني صدرت للطالب حاجات خلت الطالب بقى بيفكر بطريقه زي ما بيقول لك طريقه التيك اواي. اخلص اديني المعلومه من الاخر، هتلاقي اخر السطر. طب يا ابني ما انت لازم تتعلم كذا الاخر. تيجي تسال الطالب، ودي حقيقه وكل الزملاء شافوا الحته دي، تيجي تسال الطالب وبخاصه وده اللي اتعلمناه بقى، ان اسوأ حاجه في الدنيا النظام الحالي للامتحانات، النظام الاختياري بس. ده مدمر. واحد، اصبح هدفي كطالب الناتج النهائي. طب الخطوات مش مشكله، فديت كارثه. انا مش هامر بالخطوات، انا لما اجي اشرح لك خطوات اخلص، انا عايز طريقه نبصمك بيها الحته دي. كان عندنا في الرياضه فعلا في تانية ثانوي كانوا اللي هو لا المسألة تتشرح بخطوات بس هتتجاب بالآلة الحاسبة بالطريقة دي كذا. فبدأنا كنا معتمدين، احنا كنا داخلين الامتحان مش عارفين خطوات فعلا. بص، الآلة الحاسبة ديت وباء، انت مش متخيل وباء ان الطالب يمسك آلة حاسبة قبل اولى ثانوي. دي كارثة، يعني انت مش متخيل، كارثة. ده واحدة من اسباب سوء مستوى الطالب بشكل عام. امسك آلة حاسبة قبل ثالثة قبل اولى ثانوي،
انت مش خلاص انت بوظت كده في الرياضه. ما تحاولش. ليه؟ لان انت اعتمدت على الاله الحاسبه. معادله الدرجه الاولى مثلا في مجهول واحد ما انا احلها بالاله الحاسبه، معادله الدرجه الثانيه في مجهولين حلها اله حاسبه، معادلتين من الدرجه الاولى في مجهولين حلها اله حاسبه. انت فاهم الفكره؟ فانا العيل الطالب يجي لي حرفيا ما هوش عارف يحل، مش عارف يحلل، مش عارف هو الواد مش عارف يحلل. ليه مش عارف يحلل؟ ما يعرفش اصلا طريقه التحليل بتتعمل ازاي. هو خلاص هو قرر حلها على حسب. فدي برضو من الحاجات. احنا برضو على فكره ايامنا لما كنا طلبه ما كانش في حاجه اسمها تالتة اعدادي معاك آلة حاسبه، مش حاجه اسمها كده اصلا. اول ما مسكنا آلة حاسبه اولى ثانوي. النهارده العيال في ابتدائي ماسكه الآلة الحاسبه. طب هيتعلم هيحفظ جدول الضرب ليه؟ هتقول لي ما هو لازم يحفظ. ايوه لازم يحفظ جدول الضرب. ليه يحفظ جدول الضرب؟ عشان لازم اشغل مستوى في الدماغ اسمه مستوى التذكر. مفيش حاجه اسمها اصل المعادلات زي مثلا اوبن بوك مثلا. لما قال لك اوبن بوك، ما المعادلات محفوظه وموجوده في كل حته. مش لازم يشغل التذكر. هو الذاكره ديت مش لازم تتدرب، الذاكره لازم تتدرب. وهو دكتور قاعد بيعالج المريض هيطلع الكتاب ويقول لك اذا كان عنده المرض الفلاني فبدله الدواء العلاني؟ لا، هو اللي فاكر، هو فاكر وحافظ ان الحاله الفلانيه علاجها في كذا وكذا وكذا وكذا. امال يعني امال هيجيبها منين؟ ما هو لازم يبقى في مستوى التذكر. فلازم الواد يبقى حافظ جدول الضرب، يبقى حافظ كذا، يبقى حافظ القانون عشان يعرف يعوض في القانون. فبقى النظام الاختياري الواد يقول لك هات لي من الاخر. لا، والجمله اللي بتنرفزني ايه بقى؟ تدي له سؤال فيبص له كده فيقول لك جه، فتقول له ليه؟ يقول لك مش صح. ايوه انت عايز الاجابه النهائيه. ما هو صح. هو الوزاره هتدينا امتحان عباره عن ان انا اقول لك ليه؟ لا، انا عايزين الاجابه النهائيه. اقول له يا حبيبي طب يعني ايه مثلا يعني ايه حس كهرومغناطيسي؟ ايه الحث الكهرومغناطيسي ده ولا؟ فالواد يقول لك ما هو الوزاره مش هتقول لي عرف. يا حبيبي ما انت لازم تبقى فاهمه وكده، تبقى عارف التعريف هو ايه الموضوع اللي بنتكلم فيه عشان تعرف تحل عليه اصلا. فلا فواحده من الحاجات اللي بجد فعلا نهت يا عمي، احنا مش بنخترع العجله. يعني احنا مش بنخترع حاجه جديده في الكون ما حدش عملها قبلنا. ما تبص على الدول التانية بتعمل ايه. يعني انا هبص النهارده على دوله مثلا الاولى في العالم على مستوى امتحانات الفيزياء، سنغافوره. سنغافوره الاولى على العالم في، او الاولى او الثانيه على مستوى العالم في امتحانات الفيزياء. خلاص. والرياضه شوف امتحانها بيبقى عامل ازاي. امتحانها نصه اختياري ونصه مقالي. لازم العيال يكتب. يعني ايه عربي الواد ما بيكتبش تعبير؟ يعني ايه عربي الواد ما بيعبرش باسلوبه؟ يقول لك تعبير بس تعبير مش عارف، وتلاقيه في الاخر اختياري ايه يا حبيبي؟ الواد بيعبر باسلوبه. يعني ايه انجليزي الواد ما يكتبش مش عارف ايه؟ لا يا حبيب قلبي، لازم العيل. يعني اصل دي لغه يا حبيبي. يعني ايه لغه؟ يعني افهمك وتفهمني. فانا عشان افهمك وتفهمني لازم اكتب، لازم اعبر. انا بقول تعبير حلو وهو ده بيقول تعبير وحش. الخط كارثه. احنا معانا طلبه، يعني طلبه دلوقتي خطه ما يتقراش. اللي هو ما اتعلمش يكتب. هو اتعلم يكتب؟ هو اتعلم يختار. انا هختار الف وب وجيم. فبتلاقي الخط من قله الاستعمال الدنيا باظت. فانت بتلاقي الدنيا بايظه مع الطالب على كذا مستوى، لمجرد بس ان انا عملت الامتحان على مستوى الاختياري بس. ألف بيتعلمناه في الكلية إن نظام الاختياري وصح وغلط لا يصلح، والتوصيل وكل الكلام الظريف ده كلته لا يصلح أن يكون مقياس، لأنه يمكن تخمينه. يعني ده كان سؤال عندنا في الكلية، ده من حاجات يمكن تخمينه أصلا. جميل. سهل في الغش بيخلي الطالب فعلا مش مهتم قوي إنه يعرف التفاصيل. هو عايز الناتج النهائي. انا قاعد في اللجنه، فواقف معايا السؤال رقم 2، فهقول 2، فواحد هيقول ب، شكرا خدت الدرجه.
فطبعا دي من الحاجات اللي دمرت المنظومه وبوظت الدنيا. موضوع ان الامتحان يبقى اختياري بس. احسن نظام اتعمل كامتحانات مش النظام القديم بتاعنا برضه، مش كانش احسن حاجه، نظام البوكلت. نظام البوكلت ده كان احسن نظام اتعمل. ان اقول لك اذكر استخدام كذا، ادي نقطه، وتحتيها اجي جاي مديك مساله، وتحتها اجي جاي مديك سؤال اختياري، وتحتها اجي جاي مديك كذا، واجي مديك. انت فاهم الفكره؟ فانا بقلب العيل بيقعد يقلب بقى في المستويات كلها، يقلب في مستوى التذكر ومستوى الفهم ومستوى التطبيق ومستوى التحليل، ويقعد يقلب في كل المستويات المعرفيه. خلينا اقول لك ان انا حاسس ان انا عصبتك. لا مش عصبتني انا، بس يعني انت عارف لما بندمج في الكلام شويه يعني ايه، من الكلام طالع من القلب يعني من الاخر. انا عارف. بس انا ناوي اعصبك اكتر بصراحه يعني، بس بعيدا بقى عن موضوع البودكاست والتعليم والكلام ده. احنا خلينا بما انك راجل متعصب اهلاوي. مش متعصب، مفيش اهلاوي متعصب، خليك واضح يعني. انت متعصب جدا انت مش متعصب عادي، انت متعصب جدا يا ابني. مفيش اهلاوي متعصب، اسمع مني. نعم مفيش اهلاوي متعصب، بس برضو بيتكلم بقلب بحمية يعني. يا سير انت لولا القضيه ممكن كان زمان قلبك وقف دلوقتي. لا خالص، هقول لك انا كنت معاك في الدرس في لحظه عارف. هقول لك لا جد هتكلم جد. ودي برضو بشوفها من الحاجات اللي بقت موجودة دلوقتي. احنا برضو كنا جيل بنقعد جنب بعض، احنا اهلاويه وزملكاويه مع بعض، وطول الوقت على فكرة انا اكتر ناس النهاردة بقعد معاهم، اكتر 2 صحابي بقعد معاهم 2 زملكاويه، ودول اكتر ناس لما بنزل اقعد كده اروق دماغي، اقعد على قهوة بتاع، دولت زملكاويه. جميل. وطول الوقت بنتناقر، بس ما بيبقاش في زعل. الشباب دلوقتي بقى بياخدوا الموضوع بايه، بحساسيه قوي. على فكره انا ازعل بعد الماتش لمده 5 دقائق 10 دقائق والله، مش اكتر من كده يعني. لو الاهلي خسر مثلا اتضايق، مزاجي يتعكنن، بس 5-10 دقائق وبعدها خلاص. ما اصل ده في الاخر رياضه، انت فاهم قصدي. نظام الهزار والتحفيل مع الشباب ده هفهمه لك برضه. ده جزء من الحصه نفسها يعني. ده جزء من الحصه. ليه؟ انا بشتغل في ماده صعبه، فلازم نفصل. طب احنا هنفصل، باجي مثلا اشرح جزء ولازم افصل. طب احنا هنفصل بايه؟ ايه الحاجه اللي ممكن نفصل فيها وتخلي الطلبه تضحك وتهزر وتتفاعل؟ من ضمن الحاجات اللي بتبقى في دماغي ايه؟ الكوره. نصطاد حد زملكاوي وانكشه بكلمه فهو يرد بكلمه، انت فاهم قصدي. فاحنا كلنا مودنا يفصل فنعرف نكمل الحصه. لكن لو احنا اشتغلناها فيزياء بس مش هتكمل. فهي مش فكره تعصب، هو بيبان تعصب لاني بتكلم كتير في موضوع الكوره، خد بالك، لكن هي مش الفكره. حتى بتلاقيني بتقبل، حتى لو لقيت زملكاوي بدا ان هو ياخد ويدي معايا في الكلام، بتلاقيني واخد ودي عادي. وتلاقي ساعات الموضوع لما الاقي الموضوع هيخرج، تلاقيني اجي قالب على الحصه. ليه؟ ما انا مش عايزه تخرج عن المألوف، بس هي يعني ده سر من الاسرار يعني. مشكله في الطالب اللي ما بيفصلش. يعني ايه؟ يعني مثلا نيجي مثلا فتلاقيه ايه، هزرنا فتلاقيه سخن في الكلام، والموضوع بدأ ايه يسخن معاه، انت فاهم قصدي. فتلاقي ساعات الواحد طب انا عايز اكمل الحصه يا عم، احنا ما كنا بنهرج يا ابني، خلاص الموضوع خلص. هو بس بيكون حب. بس خليني اقول لك انك انت في مناقشه معاه قعدت تتريق على بن شرقي، فانا عايز اسمع بقى وجهه نظرك دلوقتي. بن شرقي بعد ما جه بتهزر والله. طيب برضو من الحاجات اللي تبقى عارفها، انا ما بشجعش لعيبه، انا بشجع النادي. يعني ايه؟ يعني مش بفرح قوي بوجود لعيب، ولا بزعل بان لعيب مشي، فاهم قصدي. يعني لعيب مشي عادي، لعيب بقى موجود عادي. يعني بن شرقي موجود ماشي، هو لعيب موجود في الفريق، ما مش طاير على فكره، ما بطيرش بلعيبه خالص. ابو تريكه بس وعماد متعب وزمان علاء ميهوب، انتوا ما حضرتوهوش. خليني اقول لك ان احنا حبينا نفصل معاك شويه في الاخر في حديث الاهلي والزمالك دوت، وبجد انا مبسوط جدا تمام من ان انا قعدت معاك النهارده. انا اللي سعيد والله. واخر طلب ليا النهارده تمام، عايزك توجه رساله، سواء بقى يعني خليهم رسالتين يعني هنطمع شويه.
واحده لطلاب ثالثه ثانوي اللي هم داخلين على رمضان والعيد، وانت عارف ان الوقت ده بالنسبه لطالب الثانويه العامه وقت قاتل، هو لا الا هيستفيد أيوة بيه طبعا. ويحول سنته كلها من لمستوى تاني، لا الا هيوقعه خالص. والرساله التانية لطلاب الكليه اللي هو برضو مفيش فرق، يعني مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، بس مش معنى كده ان احنا ما نجتهدش، مش معنى كده ان هو لا خلاص مفيش كليه قمه وكليه قاع فانا في ثانويه اطريها وان شاء الله ابقى اطلع يوتيوبر قد الدنيا والكلام ده. تمام. هو بالنسبه لطالب ثالثه ثانوي كل سنه وانتم طيبين. بالنسبه لطالب ثالثه ثانوي انت محتاج الفتره دي تركيز. النصيحه اللي اقولها لك، انت قبل الفطار اليوم مقسوم معاك يومين، يعني يومين او جزئين. الجزء الاولاني ما قبل الفطار، وده انت تقدر تقضيه في دروسك، تقدر تقضيه في راحه، نوم، تغير مواعيد نومك بحيث ان انت في الفتره ما بعد الفطار وحتى السحور، ودي فتره كبيره قوي، تقدر انت تلم حاجات ياما، تقدر تشتغل حاجات ياما. يعني انت ممكن تقلب مواعيد نومك بحيث ان انت تبقى نايم بالنهار وصاحي في الفترة ما بعد الفطار جميل، بس صاحي تذاكر، مش صاحي تشوف المسلسلات ورامز جلال والناس الظريفة دي، لا، انت صاحي علشان تذاكر من بعد الفطار لغاية السحور. دي فترة جميلة جدا، ودي فرصة ان انت تلم نفسك في البيت. اصل خد بالك الموضوع رمضان بيخلي الدنيا كلها واقفة في لحظة معينة، فانت كده كده لميت الدنيا ولميت دروسك ما قبل الفطار. دروسك كلها ما قبل الفطار، مش حاجة اسمها بعد الفطار دي، لا لا لا، مفيش خالص بعد الفطار دروس، اوعى. شغلك كدروس كله قبل الفطار، وشغلك كمذاكرة كله بعد الفطار. الجزء ده الحبة دولت بيكونوا محور ممكن يقلب لك الدنيا كلها، لان هي فترة تاني مرتبة ترتيب طبيعي احنا ملناش دعوة بيه، ومترتبة غصب عنك. يعني مش هتبقى في الشارع ساعة المغرب، مش هينفع. فانت كده كده في فترة فصلان موجودة، وقعدت مع البيت والكلام ده كله، بعد الفطار تقدر تعمل اللي انت عايزه. ده بالنسبة لطالب ثالث ثانوي ورمضان. بالنسبة لطالب الكلية، بص، انت دخلت حاجة، اجتهد بقى، هات اخرك. يعني احنا وزمايلنا اللي كانوا بيحلموا يدخلوا طب مثلا وما دخلوش طب، ودخلوا تربية او علوم او اي اي كلية، تعبنا شقينا علشان نعمل واقع كويس. انت برضو لازم تتعب وتشقى عشان تعمل واقع كويس. في النهاية تاني، انت كل ما هتتعب اكتر ربنا هيكرمك اكتر. لازم تبقى مؤمن بالحتة دي، ولازم تبقى مؤمن بحاجة اهم من ده، ان ربنا هيختار لك احسن من اللي انت هتختاره. انت الكلية اللي دخلتها ربنا اختارها لك احسن ما انت اخترتها، لكن تاني انت لازم تتعب قوي جميل في ثالثه ثانوي، علشان ما تجيش في لحظه تندم وتقول يا ريتني عملت ويا ريتني خليت. لا، انا جبت اخري بس انا قدراتي كده، او انا جبت اخري بس ربنا كاتب لي كده، فابقى انا كده عملت اللي عليا. الكليه بقى، وخد بالك والله، وده انا شفته في الحقيقه، ان انت لو تعبت قوي في ثانوي وما دخلش كليه كويسه، ربنا هيكرمك في الكليه وهيكرمك بعد الكليه. مفيش حاجه بنعملها الا وربنا بيدينا عليها. لازم تبقى مؤمن بالحته ديت علشان خاطر ربنا يكرمك. وفي النهايه لازم تبقى فاهم ان قيمه العلم او قيمه الانسان بشكل عام هو في قيمه ما يقدمه للمجتمع، ومش كلام شعارات، والله مش كلام شعارات خالص. بعد كده لما هتمشي وهتكبر وهتتعامل مع الناس هتكتشف الحكايه دي في الاخر. ويعني ربنا يوفقكم. خليني في الاخر اقول لك كل سنه وحضرتك طيب، وانا كامير نفسي اتقابل مع حضرتك مره تانية، وفي نفس الوقت كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنونا في الحلقه الجايه ان شاء الله.